تخيل انك عايش في مكان كل حاجة فيه متوفرة، أكل، شرب، أمان، ترفيه، لكن المشكلة إن كل ده محبوس جوه سور، وبره السور ناس تانية مش لاقية تاكل أصلا. وعلشان اللي أنا بقوله ده مستحيل يحصل لك، كانت أول كلمة أقولها لك هي تخيل. يا مسهل الحال يا رب، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الأدباتي. النهاردة حلقتنا مختلفة شوية، لأننا مش بنتكلم عن رواية وبس، لأن الحكاية دي مش خيال بعيد ولا عالم تاني، دي صورة مرعبة لمستقبل ممكن يحصل عادي. عالم احنا شايفين ملامحه حوالينا كل يوم، في مكان مقفول الناس عايشة فيه عندها كل حاجة، مش محتاجة تشتغل ومش محتاجة تقلق ولا تفكر في بكرة. حرفيا كل حاجة جاهزة، لدرجة انهم وصلوا لمرحلة الزهق وان كل حاجة ما بقاش ليها طعم. وهنا بتبدأ المشكلة، مش لما ما يبقاش عندك، لما يبقى عندك زيادة عن اللزوم. تخيل واحد جرب كل حاجة حرفيا، مفيش أي حاجة بقت جديدة عليه، الإحساس عنده بقى ضعيف، محتاج حاجة أقوى وأغرب وأخطر، لحد ما الإنسان نفسه يبقى تجربة لكسر الملل. دلوقتي قبل ما تقول دي مبالغة، بص حواليك كده، وما تبصش حواليك في الأوضة، يعني بص بره كده في العالم، لحد جزيرة إبستين وارجع. كم مرة شفت حد بيعمل حاجات غريبة جدا ممكن تأذيه أو تأذي غيره، بس هو بيعملها علشان يحس بأي حاجة تكسر الملل عنه. في يوتوبيا الملل مش إحساس عادي، الملل هناك كان سبب كفاية إنك تكسر كل حاجة. وعلى الناحية التانية يا صديقي، كان في ناس عايشة بره المكان ده، مش بتفكر تجرب، هي بس بتحاول تعيش. جوع وخوف وألم، يعني اليوم بيعدي بالعافية. الاتنين في نفس البلد، لكن ولا واحد فيهم شايف التاني. الرواية ما وقفتش عند كده وبس، لكن كمان عملت حاجة أخطر، وهي إنها خلت الاتنين يقابلوا بعض. واحد من جوه يوتوبيا بينزل للعالم التاني، مش علشان يساعد، لأ، علشان يصطاد إنسان. مش غزلان يا صديقي، أنت سمعت صح، إنسان. لكن لما الإنسان بيفقد إحساسه بقيمة اللي قدامه، بيفرق إيه عن إنه يأذيه أو يتفرج عليه وهو بيتأذي من غير ما يتحرك. هنا بقى المعنى مش في الحدث، المعنى في المسافة اللي بتكبر لحد الإنسان ما يبقاش شايف الإنسان. يوتوبيا مش رواية عن المستقبل، هي رواية عن اتجاه لو فضلنا ماشيين فيه مش بعيد نوصل لنفس النقطة. فالسؤال هو مش هل يوتوبيا حصلت فعلا، السؤال انت فين منها، جوه ولا بره ولا في النص، شايف الاتنين وساكت. لو عايز تفهم العالم ده أنصحك تقرأ يوتوبيا، مش علشان القصة، بس علشان تعرف احنا كنا ايه وممكن نبقى ايه. بس كده يا صديقي، وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. انا عبد الرحمن حبشي، وده برنامج الأدباتي. سلام.